عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال دايما يا رب. قبل ان نبدأ الفيديو ده ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام، وكمان تحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة الفراخ بتاعتي عمرها بقى 30 يوم. النهاردة هنعمل مع بعض مشروب هيوصل الفراخ لوزن 3 كيلو 3 كيلو وربع في خلال 35 يوم فقط. المشروب ده هيرفع المناعة، هيدي الفراخ بتاعتنا مناعة قوية جدا، وكمان بيفتح الشهية، بيحسن من اداء الجهاز الهضمي، وكمان بيحسن من اداء الجهاز التنفسي. المكون ده مضاد حيوي طبيعي 100%، بيقضي على جميع انواع الاسهالات، وكمان بيقضي على نزلات البرد، وبيحمي الفراخ بتاعتنا من ان يجيلها برد او انفلونزا، وكمان بيقضي على البكتيريا الضاره، وبيزود معانا من نشاط البكتيريا النافعه. وكمان عايزه اقول لكم ان المكون ده مضاد للسموم، بيزيل اي سموم موجوده في الدم بتاع الفراخ بتاعتنا. باختصار كبير جدا المكون ده يعتبر صيدليه متكامله. المكون ده موجود دلوقتي، فالحقوا خزنوه، لان طول ما انت بتربي فراخ بيضة او كمان فراخ بلدي، لان عايزه اقول لكم ان المكون ده بيزود من انتاج البيض بشكل غير طبيعي. لو استخدمت المكون ده للفراخ البياضة بتاعتك، فهي هتبدا تبشر معاك من انتاج البيض من عمر 5 شهور و6 شهور بالكتير جدا. الفراخ بتاعتك هتبدا تبيض معاك، وكمان هتغرقك بيض من ورا المكون ده. مش بقول لكم المكون ده مفيش غنى عنه نهائي، سواء بنربي فراخ بيضة، سواء بنربي فراخ بلدي، فراخ ساسو، بط، وكمان جميع انواع الطيور، لان المكون ده فيه قيمة غذائية عالية جدا. مضاد حيوي طبيعي بيقضي على امراض كتيرة جدا، بيدي للطيور بتاعتنا مناعة قوية جدا، وكمان مضاد حيوي بيهاجم ضد اي هجوم جرثومي. تعالوا بينا نتعرف مع بعض على المكون ده. المكون ده يا حبايب قلبي هو البنجر او الشمندر. البنجر ده يا جماعه فيه قيمه غذائيه عاليه جدا، مضاد حيوي طبيعي بيزود معانا من اوزان الفراخ بتاعتنا بشكل غير طبيعي، وغير كده بيدي الفراخ بتاعتنا مناعه قويه جدا. ملان بالفيتامينات، يعتبر افضل بديل للبروتين. موجود فيه فيتامين ج، موجود فيه كميات عاليه جدا من فيتامين ا وفيتامين سي وفيتامين باء 1 وفيتامين باء 2 وكمان فيتامين باء 6. موجود فيه كميات مهولة جدا من الفيتامينات يا حبايب قلبي، وكمان الأملاح المعدنية والحديد والكالسيوم والبروتين، كل ده موجود في البنجر. عايزة أقول لكم إن البنجر رخيص جدا، الكيلو ب 12 جنيه. البنجر ده أنا مستخدمة بنجراية واحدة، جبت بنجراية كبيرة وكمان عصرتها، حطيت عليها نص لتر من المية وفرمتها كويس جدا. بعد ما فرمناها هنصفي المشروب بتاعنا، هنشيل العصير لوحده وكمان هنشيل التفل لوحده. انا استخدمت امبارح التفل على العلف للفراخ بتاعتي، وكمان صورت وانا بقدم لهم التفل بتاع البنجر. والنهارده العصير بتاع البنجر هنضيفه على الميه. تعالوا بينا نضيفه على الميه ونضيف الاكل للفراخ بتاعتنا، وبعد كده اقول لكم على فوائد البنجر والقيمه الغذائيه اللي موجوده في البنجر يا حبايب قلبي. البنجر ده يعني يعتبر علاج فعالي، مضاد حيوي فعالي. يعتبر البنجر ده يا حبايب قلبي بيغنينا عن ادويه كتير جدا. تعالوا بينا نضيفه للفراخ بتاعتنا وبعد كده نرجع لفوائده تاني. دي كده جردل الميه بتاعي حبيب قلبي، طبعا الجردل مش ملان زي ما هو واضح كده، الجردل ليه نصه، وده البنجر زي ما انتم شايفين. دي كده الكميه اللي انا هحطها على النص جردل. كمان ممكن نفيد، ممكن نزيد، ممكن نقلل، علشان البنجر لو كترنا منه او قللنا منه مفيش منه اي ضرر. طبعا الميه دي هنملبها السقايه الكبيره، وكمان هنملبها السقايه الوسط مع بعض زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم شايفين كده الميه لونها اتغير خالص. فتعالوا بينا نضيفها في السقايات، وكمان نضيف العلف، وبعد كده نشوف فوائد البنجر والبنجر بيعمل ايه للفراخ بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، انا مليت السقايه اللي هي الوسط، هقلبها دلوقتي للفراخ بتاعتي. انا مش محتاجه اتكلم عن الريحه بتاعه المشروب، الريحه طالعه يا جماعه قويه جدا بتاعه البنجر او الشمندر، وده بيشد الفراخ بتاعتنا على ان هي تشرب وتاكل، وبالتالي بيفتح الشهيه بتاعه الطيور بتاعتنا. وبكده يا حبايب قلبي انا هكون حطيت السقايه الاولى اللي هي السقايه الوسط للفراخ بتاعتي، وزي ما انتم شايفين كده في اقبال شديد جدا على الميه. وده من ايه؟ زي ما قلت لكم المشروب بتاعي اللي هو مشروب البنجر طالع منه يا جماعه ريحه نفاذه جدا، والريحه دي حلوه جدا بتشد الفراخ بتاعتنا ان هي تكسر
انا مش عارفه اقولها، بس هي يعني الريحه يعني بتشد الفراخ ان هي تشرب ميه. تعالوا بقى بينا نحط الاكاله ونحط السقايه التانية. تستكشف، انا ما هديتش غير لما اقول تستكشف، اهو قلتها خلاص. كده يا حبايب قلبي اكون حطيت السقايه الكبيره وكمان علفت الفراخ بتاعتي وكمان حطيت السقايه الصغيره موجود فيهم مشروب البنجر. تعالوا بينا على السريع كده اقول لكم ازاي نحضر مشروب البنجر. طبعا هنجيب بنجر، والبنجرايه الكبيره عليها نص رتل من الميه، وطبعا هنحطها في الخلاط، هنقطعها ونفرمها كويس جدا. تقريبا يا جماعه هنكت على اخر يوم، خلاص احنا العصر والنهارده صيام، فانا اتلخبطت جدا، الكلام ما عادش راضي يطلع اصلا. فاحنا بنجيب بنجرايه كبيره، بنجيب عليها نص لتر من الميه، بنفرمهم كويس جدا في الخلاط. بعد كده بنصفي المشروب بتاعنا، بنعزل التفل بنعزل التفل عن الميه، لان طبعا لو احنا حطينا المشروب بتاعنا بالتفل بتاعه فهو بالتالي هيكتم السقايه بتاعتنا. فالتفل طبعا احنا مش بنرميه، احنا بناخد التفل وكمان يا حبايب قلبي بنضيفه على العلف. ممكن نحط عليه كركم، ممكن نحط عليه حبه البركه، لكن انا ضفت التفل بتاع البنجر وما ضفتش عليه اي حاجه. جبت التفل امبارح في الفيديو بتاعي امبارح وقلبته على العلف وخلاص كده. والنهارده برضو جبت الميه، ولا ضفت عليها ولا عسل ولا اي حاجه، لان البنجر انا بحب ان انا اقدمه كده. البنجر ده يا حبايب قلبي بيزود الاوزان معانا بشكل غير طبيعي، بيرفع المناعه، بيدي الفراخ بتاعتنا مناعه قويه جدا ده ضد اي مرض. يعني لو في اجى فيروس كده للفراخ بتاعتنا، فالفراخ بتاعتنا تقدر ان هي تقاوم الفيروس ده. وكمان يا حبايب قلبي بيفتح الشهيه بتاعه الفراخ بتاعتنا. والافضل ان احنا لما نيجي نقدم مشروب او خلطه للفراخ بتاعتنا ان احنا نكون مجوعين قبلها بساعه، علشان الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده يبقى فيها اقبال على الميه ويبقى فيها اقبال على العلف، فبالتالي تستفاد من المشروب اللي احنا عاملينه بشكل اسرع يا حبايب قلبي. المشروب ده مضاد حيوي طبيعي 100% يا حبايب قلبي. البنجر ده موجود فيه قيمه غذائيه بشكل غير طبيعي، بيقضي على جميع انواع الاسهالات، سواء كان اسهال بني غامق، اسهال بني فاتح، او اسهال مدمم، او كمان الاسهال الاخضر او الاسهال الجير. هو بيقضي على جميع انواع الاسهالات، وكمان بيحمي الفراخ بتاعتنا من نزلات البرد او الانفلونزا. وكمان المشروب بتاعنا مضاد للفوكسيديا، بيزيل اي سموم موجوده في الدم بتاع الفراخ بتاعتنا، بيحسن معانا من اداء الجهاز الهضمي، وكمان بيحسن معانا من اداء الجهاز التنفسي واداء الجهاز المناعي. يعني ما شاء الله المشروب ده يعتبر صيدليه متكامله مفيش غنى عنه. فعشان كده انا بقول لكم الافضل اللي احنا نخزن المشروب ده او نخزن البنجر. هنجيب البنجر، يعني انا جايبه كيلو ب 12 جنيه عندنا في دمياط، ممكن يكون عندكم في بلادكم يا حبايب قلبي ممكن يكون ارخص شويه وممكن يكون اغلى، بس انا في عندنا من 15 ل 10 و12. انا جبت اللي ب 12 يا حبايب قلبي، وطبعا جبت كميه، جبت 2 كيلو وحطيتهم في الفريزر، وبعد كده ان شاء الله بجيب 2 كيلو تانيين. يعني انا يعني مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين بجيب حاجات من دي وبفرزها علشان اربي بيها الفراخ بتاعتي، لان زي ما انتم عارفين انا بربي الفراخ بتاعتي على الاعشاب، ما بجيبش اي ادويه بيطريه، لان الاعشاب افضل بكتير من الادويه البيطريه يا حبايب قلبي. الاعشاب بيبقى فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، بتعالج معانا حاجات كتيره جدا، بتبقى مضاد حيوي. لما مضاد حيوي يعني شامل، بيعالج امراض كتيره جدا، وكمان بيحمي جسم الفراخ بتاعتنا، فبالتالي بنحصل على حاجات كتيره جدا من ولا حاجه. يعني البنجر ب 12 جنيه وانا جبت بنجرايه، يعني مثلا كيلو البنجر ده ممكن نفضل نعمل منه خلطات طول الدوره بتاعه الفراخ بتاعتنا، وكمان ممكن يفيد، لان احنا طبعا مش هنعمل البنجر ده يعني باستمرار، ممكن نعمله مرتين في الاسبوع بس. وطبعا مرتين في الاسبوع ده انا ببدا استخدم البنجر من بعد في بدايه ال10 ايام الاخرى، يعني من بعد 20 يوم بنبدا نستخدم البنجر للفراخ بتاعتي. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو ده يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه بشكل كبير جدا. ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى وبتحطوا لايك للفيديو ده، ومع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.